سلام بنات، كاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نعمل معكم هاد لاكلاص بحجم عائلي اللي تيجي اكثر من رائع بمقادير جد بسيطه، ولكن تيعطي كميه كبيره ما شاء الله. واما المذاق تيجي خرافي. تعملوه للضيوف ديالكم البنات ديال تحميره الوجه، تعملوه لوليداتكم تبردوا به في هذا الصيف. تيجي واحد لاكلاص ولا اروع. كما قلت لكم مكونات جد بسيطه، ولكن المذاق والشكل ديالو تيجي خطير. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. خديت واحد البوله البنات وخديت 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. غادي نحيد لهم الحمر البنات وغادي نحيد البيض على جنب، غنكتفي بالحمر. نعملهم في واحد الكاسرونه كما قلت لكم 4 البيضات، يعني على الحمر ديالهم اللي نحتاج. وعندي البنات كاس العنبه الا رب ديال السكر حبيبات. غادي نضيفو على داك الماء الاحمر ديال البيضه وغادي نضربو شويه، نضربو مزيان. ونعمل عليها البنات واحد 300 ملل ديال الحليب بارد ونعملو فوق النار، ويدي ما غاديش تحيد منه، يعني هو فوق العافيه. وانا تنحرك حتى تطلع لي فيه الغليه البنات. مجرد ما تطلع لي فيه الغليه غادي ننزلو من فوق العافيه وغادي نحطه في واحد البوله البنات. غنخويه هايداك سخون، وغادي نعمل واحد بلاستيك غذائي عليه نغطيه باش ما يعمليش الجلفه، وغنحطو على جنب حتى يبرد. كنتو مزروبون فيه غتدخلوه الكونغيلادور باش يبرد لكم دغيا، يعني خاصو حتى يبرد باش ما نخويه على ناطا، يعني ما تذوبناش، ما تهبطناش داك الناطا ديالي. خديت البنات انايا هنا 150 غرام ديال فخومباز، او اللي يمكن لكم تعوضوه بفريصه، انا عندي مجمد هنايا. وعملت له كاس الا ربع حتى هو ديال السكر حبيبات، وعملت عليه واحد نص حمضه عصرت عليه. غنعملو حتى هو فوق النار، نقص عليه العافيه وغنخليه البنات حتى يذوب لي داك السكر يتعسل لي. ولكن تخليو فيه شويه الماء، يعني ما تخليوش حتى يعقد لكم مره، يعني خليوه حتى يغلى طلع فيه الغليه وتعاود البنات. ولكن تخليو فيه شويه ديال السائل ديالو كما شفتوا. حتى هو غادي نخويه البنات ونغطيه حتى هو بلاصيك غذائي ونخليه حتى هو يبرد. خليته يبرد البنات، وخديت هنايا 400 ملل ديال الناطا بارده سائله، او المره الاخرى يعني سولوني شنو هي ناطا. هي البنات كريم شونتي. خديتها ضربتها، ولكن ما غاديش ندربها حتى تعقد، يعني غنخليها بحال الشكل ديال الموس، يعني هكاك، يعني خفيفه كما شفتوها. يعني انا ضربتها يعني ممكن ما طلعتهاش يعني حتى عقدت لي بحال نعملوا الطارطه. غتخليوها بحال الشكل ديال بحال شكل موس، بحال الموس وصافي. صافي خديت البنات هذيك الكريمه ديالي اللي كنت خليتها من بعد ما بردت لي. غادي نخويها كامله على داك الناطا، ومن بعد غادي نقسمها، ندربها المره الثانيه ونولي نقسمها. يعني نقسمها على جوج ديال، غنعمل شويه في البول واحد اخر غنخليه على جنب، والاخر غادي نوريكم شنو نعمل به. صافي وليت ضربته كما شفتوا ضربته، ولكن دائما ركزوا ما تطلع لكم شناطه، يعني تتعقد لكم. صافي من بعد ما ضربتها البنات صافي غادي نوقف من الضرب دابا. قسمتها على جوج البنات وخديت النص، خديت واحد المول اللي درت له بلاستيك غذائي باش ما تلصقليش، يعني من نجي نقلب لاكلاص ديالي تقلب لي بكل سهوله. وغادي نعمل النص البنات ونخلي النص ديالو، يعني كميه نقص منه. خديت هاد فخومباس عملتو عليه وغادي نضربو شويه البنات، ولكن ماشي تضربوه بزاف، يعني باش يبقى لنا داك الحبيبات، يعني ما نقطعوا لاكلاص يبقى لي لاكلاص، يعني يجوني فيه داك الطريطفاس. يعني عاد ضربوه ديروا ما تضربوهش حتى يذوب مره. كما قلت لكم هاد الكميه راه قسمتها على جوج الموليس البنات. انا هاد لاكلاص درتو على هاد المول اللي وريتكم كبير، والشاطلي عملته في واحد المول صغير. يعني كما قلت لكم ما شاء الله راه كميه تجي وفيره. من بعد ما عملت داك البياض عملته الطبقه الاولانيه، وليت مباشره خويت عليه هاد الطبقه الثانيه البنات. وغادي نعمل عليه القيطات اللي تيقولوا لهم في المغرب كاينه هير عفوا طونيك،
اللي تيتباع بدرهم البنات قسموه وعملوا الفوق منه هيداك، او اللي يمكن لكم تستغناو عليه تخليو عا هيدا. انا تيعجبني نعمل له هاد القيطات هيدا من الفوق، تيشبر فيه مزيان وتيجي حتى المنظر ديالو مزيون. اصلا ماشي تخافوا تقولوا يعني راه غطيتو هيدا بلاستيك غذائي وخليتوه، ما تقولوش راه تيفزق ولا شي حاجه، راه تيبقى مقروشه البنات. ديك الباسطه تتبقى مقروشه. لويتو مزيان بالسلوفه البنات وغادي ندخلوا المجمد. انا نوريكم يعني واحد اخر اللي شاط لي، حيت هذيك الكميه اللي عملت ما شاء الله راه عطاتني على هاد المول هذا الكبير، وعطاتني واحد صغير. كما شفتوا راه عملت نفس الطريقه، عملت طبقه بيضاء لتحت وطبقه الفوقانيه اللي فوق منها الفخومباز عملتها الفوق. دخلت المجمد البنات، خليته ليله كامله صافي. دابا جمد لي لاكلاص ديالي وواجد. غادي نشبر يعني تشبروا البلاطو اللي غادي نتقدموا فيه، او انا نعملوا في هذه الخشبه هذه، وانتم فاش ما بغيتوا تسربيوه. غادي حليت داك البلاستيك ديالي، غادي نقلبوا. راه تيهود بكل سهوله البنات. علاش قلت لكم هذاك البلاستيك اللي تنديروا له في الاخر باش ما تيلصق مناشي. غادي نشوفوا ما شاء الله تيجي غزال البنات، تاكلوه عا هيدا تيجي تيحمر. غادي نعمل له انا شويه ميمينه نزين به من الفوق، وانتم دائما تنقول تزيين باش ما بغيتو. غادي الاخر البنات غادي نعملو في الكويسات. الا بغيتو ترفقوه بالكويسات كما تشوفوا المنظر ديالو تيجي اكثر من رائع. انا زينته بهاد المنظر ديال الفخومباس النيت اللي عندي مصفيه، وغادي كما قلت لكم تزين تيبقى باش ما بغيتو تزينوه. الاخر البنات هو غادي نطلعوا باي كوتشاره عندكم وعملتوا في الكويسات تسربيوه في الكويسات، او لا هيدا يمكن لكم تسربيوه حتى مع الفروت البنات، يكونوا عندكم ضياف تسربيوه هكا وتعملوه حتى على شكل مدوره البنات وتقدموه للضيوف ديالكم. تيجي اكثر من رائع، تيجي تيذوب في الفم. هذيك المذاق ديال الفخومباز مع ديك نص حامضه اللي عصرنا له تيجي ولا اروع. انا تنوريكم بعد ما قطعته رجال البنات واحد المذاق. شنقول لكم ما شاء الله تبارك الرحمن، ما حتاش نشكر لكم، هو راه شاكر راسو بيده. غادي تجربوه، غادي توليو مدمنين عليها البنات. انا نوريكم الشكل الاخر اللي عملت في المول الصغير، سربيته كما قلت لكم في الكاس، جاته هو ولا اروع. غادي يعجب الصغار قبل الكبار البنات. وحتى لهنا تنتمنى الاقتراح ديالكم يعجبكم، وغادي نضرب لكم موعد حتى فيديو قادم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولكن تعجبكم بحال هاد لاكلاصات البنات خليوها لي في الكومونتير، نزيد نعمل لكم كثار. السلام عليكم حتى الفيديو قادم في امان الله.